الإخوان والأخوات، أهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا بإذن الله على الكساب الصغير والدور ديالو في تربية المواشي. الكساب الصغير هو الركيزة اللي كيوقف عليها قطاع ديال الماشية، فبلا به كيتزعزع كلشي. هو اللي كيحافظ على التوازن في السوق، وهو اللي كيضمن الاستمرارية ديال التربية ديال الأغنام بالمغرب. فإذا طاح الكساب الصغير الإنتاج غادي ينقص، والسوق غادي يبقى محتكر عند قله قليله، والثمن غادي يطلع بواحد الشكل اللي يقدر يضرب في القدره الشرائيه ديال المواطن. وهذا بالضبط اللي وقع بعد كورونا. الثمن نزل بزاف، والكسابه الصغار ما قدروش يصبروا، تفرقوا على الكسيبه ديالهم وسدوا البيبان، والنتيجه الماشيه نقصات من السوق بزاف، والثمن طلع بشكل صاروخي، واللي كان الضحيه في الاخير هو المستهلك المغربي. اليوم راحنا كنشوفوا نفس السيناريو كيتعاود، واللي ما بغاش يفهم الدرس اليوم غدا غادي يندم طبعا. وإلا الدولة ما تدخلاتش بشي دعم مباشر وحقيقي للكساب الصغير، راه هاد الفئة غادي تموت بالمرة، والقطاع غادي يضيع، والمواطن هو اللي غادي يخلص الفاتورة في الأخير، سواء كان كساب ولا مستهلك. أنا ما كنهضرش على راسي طبعا، بل كنهضر على الكساب الصغير بصفة عامة والمستهلك. العيد تلغى واللي عطى الله عطاه، ولكن خاص الدولة تلقى حل حقيقي للفلاح الصغير إذا بغات تنهض بهذا القطاع وتضمن الاستمرارية ديالو. حيت صراحة نفس الخطأ اللي كنا يعني كنديروه مازال كنوقعوا فيه مرة أخرى. فكيف قلت لكم سابقا، الكساب الصغير هو الركيزة اللي كيوقف عليها قطاع ديال الماشية، فبلا به يعني ممكن ينهار. حيت الكساب الكبير دائما يعني معروف انه كيحتكر وما كيبغيش يبيع، لذا دائما الاسواق غادي تلقاها يعني طالعه في الثمن. سواء تلغى العيد او ما تلغاش فهذا ماشي حل نهائيا. فالحل هو اننا ندعموا هذه الفئه هذه، وكذلك يعني باش يبقى الثمن يعني نسبيا صالح للمستهلك. والفلاح والصغير يعني ما يمكنش ما نقتلوش بهذا الالغاء وبهذا ما كاين لا دعم لا والو. فمع الجفاف يعني توالي سنوات الجفاف وزيد عليها غلاء الاعلاف، يعني ما يمكنش يصبر امام هذا الكم الهائل ديال الاكراهات صراحه. لذا خص دعم ضروري من الدوله باش تنهض بهذا القطاع هذا. الى الملتقى.